الدعم موجود كله الحمد لله، كل المواد التموينيه موجوده ومتوفره، والمنحه برضه نفس النظام فيها زيت وسكر ومكرونه وشاي ومتوفره الحمد لله رب العالمين، وبانتظام شغالين مع الجمهور بانتظام الحمد لله. احنا شايفين بسم الله ما شاء الله المخزون الاستراتيجي داخل المجمع الاستهلاكي بكميات وفيره. الحمد لله رب العالمين، فضل ربنا علينا، كل حاجه متوفره والمخازن عندنا مليانه بالبضاعه، وكل حاجه بنطلبها من المخازن بتبقى موجوده عندنا ان شاء الله. في زيت، سكر، مكرونه، دقيق، ممكن تونه، ممكن على حسب ما اجمالي الشنطه 400 جنيه يتكون من الاصناف دي: زيت، سكر، رز، مكرونه، تونه، مربى، شاي، على حسب كده. السؤال كمان بتنزل طبعا اللي هي معاها وصل انها نازل فيها الدعم اللي جاي لها من خلال مخبز العيش، بيشتري العيش من الجمهور، بيشتري العيش من الفرنه، وبيجي عندنا فيه ورق كده صغير، بون صغير بتاع العيش موجود فيه ال 400 جنيه، وبناء عليه احنا بنبحث في المكنه وبنديله ال 400 جنيه. احنا كمان شايفين خلال شهر رمضان المجمعات الاستهلاكيه بتقوم بصرف كافه المقررات التموينيه بانتظام خلال الشهر الفاضل. تمام، ده من فضل ربنا علينا. هو شهر بالنسبه لنا بيبقى الجو فيه مضغوط بالنسبه للشغل، بس الحمد لله رب العالمين في توفيق بيننا وبين ربنا وبين الجمهور الحمد لله. الشنط بقى الرمضانيه اللي احنا شايفينها اللي انتوا كمان بتوفروها للمواطنين، بنجمع البضاعة اللي يعتبر من خلال المنظومة التموينية، اللي هو زيت، سكر، مكرونة، شاي، لو في مربى زي ما حضرتك قلت كده، وفي تونة، على حسب الشنطة ما تتكون بنجمعها ونجهزها للزبون عشان ما يوقفش وما ياخدش وقت كتير. لا، انتظارك من الصرف بصراحة نظام جدا، يعني هم مقسمين نفسهم جزء بره وجزء جوه، يعني الجزء اللي بره بيضرب بالبطاقة، والجزء اللي هو هنا الأستاذ أحمد هنا بيصرف، وفي برضو حد ثالث هنا ورا بيسلم اللي هي المنحه، يعني هم فاصلين المنحه عن طبيعه التموين عشان ما يبقاش في زحمه. رايك ايه بصفه عامه في المجمعات الاستهلاكيه وشايفينها موفره سلع ثابته على القليله في الاسعار عن السوق الخارجي؟ اسعارها حلوه عن السلع اللي بره، ده حقيقه لمسته بقى، حتى لمسته في السلع الاساسيه. يعني فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بيبذل قصارى جهده بالنسبه للدوله وبالنسبه للجو الاجواء السياسيه اللي احنا فيها، يعني الدوله بتبذل قصارى جهدها للجمهور، واحنا بنتعاون مع الجمهور وبنتعاون مع سياده الرئيس لانه يتفضل مشكورا بالنسبه لتوفير كل السلع الاستراتيجيه.